بص ده اوحش حاجه، يعني ده اوحش حاجه بعد كده دي. لا لا لا، ده اوحش حاجه بعد كده دي. بقول لك ايه، هما الاثنين اوحش حاجه الصراحه. من اعلى جبال لبنان جبنا لكم افخم محلات الشاورما. شارع الحمراء. شارع الحمراء فاتح في وسط البلد والشيخ زايد. لو لسه ما جربتش الشاورما السجق لازم تطلع على شارع الحمراء. هناك حسن الاستقبال وكرم الضيافه. ولا شاورما اللحم، اقول ايه واعيد ايه. نخش بقى على شاورما الفراخ. شويه توميه، شويه خس، شويه بطاطس، وتنزل عليهم بشويه من شاورما الفراخ اللي حرفيا اول لما تاكلها هتلاقي نفسك لوحدك كده بترقص على 1.5. واحسن حاجه هناك بقى الراجل الطيب ده، هتلاقيه تقريبا ماشي ورا كل الناس عمال ياكلهم في بقهم. انا تقريبا شبعت قبل ما اطلب. مش بقول لكم بيت الكرم؟ شارع الحمراء فاتح في الشيخ زايد قدام هايبر وان، وفاتح في وسط البلد في ميدان طلعت حرب. دخلنا بقى المطبخ بتاعهم وشفنا المنقيش وهي بتتعمل، تحط فيها سجق، لحمه، شاورما فراخ، زي ما انت عايز. وهنا بقى كنا بنعمل المنقوشه اللي انا طلبتها. انا طالب منقوشه بالسجق وبالجبنه. الشيف بدا يفرد في السجق وقلت له محدش يحط جبنه غيري. حطيت الجبنه ودخلتها الفرن بايدي برضو، ما انا لازم اخد التجربه الاخيره. وعرفت اهم سر عندهم في الشاورما الصاج، بعد ما بيبرمها كويس ويحطها على الجريل بيدهنها من الجنبين بشويه زبده بلدي، هي دي اللي بتخليها مقرمشه معانا. ويا سلام بقى على البرجر اللي عندهم، والجبنه الشيدر عندهم حكايه. يبدا يرص حتتين البرجر على بعضيهم، سندوتش البرجر ده حرفيا عالمي. وتعالوا بقى نتفرج على السجق كده وهو بياخد تشويحه بالزبده على النار، حكايه. يا اخوتنا المصريه الكل مني تحيه، وعنا بشارع الحمراء بتاكل اطيب شاورما. انا مش عارف ابدا منين. نبدا من الوجبه العربي سجق ولا لحمه، ولا نبدا من المنقوشه؟ نبدا من المنقوشه. المنقوشه اللبناني ديت لازم نبدا بحاجه لبناني اصيله. يلا بينا. بدانا اول حاجه بالمنقوشه، سجق وعليها جبنه موتزاريلا متغرقه، وانا اللي كنت مغرقها بايديا. المنقوشه ديت سعرها 89 جنيه. طعمها كان جامد. السجق عندهم هنا مختلف جدا، مش هتلاقيه في اي مكان تاني. محلين 3 بس اللي بيعملوه. الصراحه السجق ده اختراع. انا سالتهم بيعملوه ازاي. دي لحمه حتى عليها خلطه معينه هم اللي عارفينها بتدينا اللون والطعم دوت. اي حد يروح الشارع الحمراء لازم يجرب السجق. وهتلاقي عندهم اكبر تشكيله من الصوصات. طب نجربها بالتشيلي صوص. جامد قوي الصوص ده، جامد قوي، مسكر وحادق وحراق في نفس الوقت. ودي بقى وجبه الشاورما العربي. اللحمه والسجق كان سعرها 120 جنيه والفراخ كانت ب 105. طبعا كلكم سامعين صوت القرمشه اللي قلت لكم عليه. التتبيله والله مختلفه، واللحمه مستويه، طحينه طعمها جامد جدا جدا. يا لهوي، لا بجد خلي الاكشنات كلها داخله في بعضيها. تعالوا بقى نخش على العرض اللي انا شايفه مفيش زيه في مصر. عرض تيجي هنا تسال على عرض الغنوجه، 3 سندوتشات معاهم بطاطس وخيار وصوص مايونيز وتشيلي صوص، كل ده ب 99 جنيه بس. 3 سندوتشات شاورما بالعيش اللبناني، حكايه. سمي بالله، بسم الله. بسم الله. ايه يا عم الكلام ده؟ الكلام ده كبير قوي يا جماعه. العرض ده كف فردين والله العظيم، عكاوي. وده بقى بوكس المناقيش السواريه، عباره عن 12 قطعه متشكلين على مزاج. البوكس ده كان سعره 114 جنيه. الصراحه كل حاجه فيها عجبتني ما عدا الصفيحه ديت، كان طعمها وتوابلها مختلفه بالنسبه لي. ووصلنا بقى للساندوتش اللي صدمني حرفيا. كل الريفيوهات اللي جايه عنه ان الساندوتش ده جامد جدا. ساندوتش النقانق، او زي ما بنقول عليه هنا في مصر ساندوتش السجق. ويمكن انا عشان حطيته في حته السجق او بقارنه بالسجق اللي انا اكلته قبل كده ما عجبنيش. التوابل بتاعته مش حلوه وما عجبتنيش. سعر الساندوتش ده كان 85 جنيه. وتعالوا بقى للقنبله. قنبله بمعنى الكلمه، سندوتش البرجر. السندوتش ده عندهم في المنيو اسمه سندوتش برجر شارع الحمراء، يعني متخدم صح. السندوتش ده عباره عن قطعتين من اللحم وغرقان بالشيدر السايحه. من زمان يا جماعه وانا نفسي اعمل الحركه دي. السندوتش ده كان سعره 135 جنيه بس. اقول لكم على حاجه، دي احلى 135 جنيه دفعتها في حياتي. قولوا لي بقى انتوا ايه احلى حاجه اكلتوها من شارع الحمراء؟ طعم اللحمه جامد قوي. تعالى بقى اقول لك تاكل ايه لما تيجي شارع الحمراء. اول حاجه وبدون نقاش لازم تطلب الغنوجه. 3 شاورما، لحمه، فراخ، سجق مع بطاطس مع الصوصات، كل ده ب 99 جنيه. ده بدون اي نقاش. تاني حاجه لازم تاخد البرجر بتاعهم. البرجر بتاعهم جامد جدا. اللحمه جوسي جدا، طريه، العصاره بتاعتها باينه،
طعم اللحمه باين، مفيش بهارات، طعم الجبنه حلو، اللقمه بتاعت العيش حلوه جدا. لازم تطلبوا ده بعد ده. تاني حاجه، طبعا طالما طلبنا شاورما ممكن تاخد شاورما عربي. الشاورما عندهم هنا ملهاش حل، سواء لحمه او سجق، واكيد عندهم فراخ. الصوصات كلها جامده، منقوشه السجق بالجبنه عالميه. طبعا كل المعجنات ديت جامده جدا. بالنسبه لي اللي ما عجبنيش النقانق. انا بالنسبه لي هي سجق، فطعمها مختلف تماما عن السجق اللي احنا بناكله. معرفش بقى التتبيله مختلفه عشان تتبيله لبناني، انا ما حسيتهاش، والصراحه عمري ما هطلبها تاني. وكده خلصت تجربتنا النهارده من لبنان، بس على الاراضي المصريه من شارع الحمراء. قولوا لي على محلات عايزين تجربوها وتعرفوا تقييمات عنها. سلام.